شوفوا هاد اللقطة هادي باش تعرفوا أنه الموضوع خطير بزاف. Haley Shell's family directly blames that website for linking their daughter up with this man who they say then lured her to run away from home. I was consistently being forced to do things that a child should not have to do. Mr. Brooks, we just want to ask you some questions. It's about your website, Mr. Brooks. It's about Omegle. تخيل معايا أن ولدك أو بنتك الصغيرة اللي في العمر تاع 12 أو 15 عام بدات تزير وحدة تلقى راسها وجها لوجه مع شخص غريب عليها في أي مكان في العالم. تجربة بدات عادية ولكن كانت باب من أبواب الفوضى والاستغلال. أوميغل موقع بدا بنية التواصل ولكن انتهى كرمز للفوضى والانحراف. كمية الجرائم البشعة والمقرفة، تحرشات مباشرة قدام الكاميرا، محتوى جنسي صريح على مدار الساعة، أطفال كيتعرضوا للابتزاز الجنسي، وكامل هذا الشيء بدون أي رقابة على الموقع. الشخص اللي أسس هذا الموقع كيفاش كانت النوايا تاعو؟ علاش ما قدرش يمنع هذه الجرائم؟ كيفاش وصل من فكرة بدات بنية التواصل الى تحقيقات ومحاكم دوليه؟ في هذا الفيديو غادي نغوصوا في واحد من اخطر ملفات الويب، نكتشفوا قصه كامله للموقع تحول من فضول التعارف الى كارثه رقميه. اوميغل. Hola, ¿cómo estás? Oh, buenas tardes. Oh, ¿cómo estás? Te amo. صورينا تاع المغرب. الى اول مره شفتي هذا الوجه هذا، انا سميتني عبد الواحد في القناه تاعي ويد شباربه. حابه لو دير واحد سبسكرايب لايك كومونتير، يعني حابه في اطار التشجيعات. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على اوميغل. اللي ما كيعرفش اوميغل هو واحد الموقع اللي كيسمح لك تهضر مع ناس عشوائيين من جميع انحاء العالم، صوت وصوره. الموقع ساهل، ما كيطلبش منك لا معلومات شخصيه لا حساب لا والو، كيعطيك حريه تامه تهضر مع ناس بشكل عشوائي، والرقابه على الموقع منعدمه تماما. يعني يمكن لك تلقى باي شخص سواء كان صغير شارف مجرم قتال متحرش، اي واحد. واخا هكاك وصل عدد المستخدمين الأوميغل سنة 2023 لأكثر من 70 مليون مستخدم. ومع ذلك في 8 نوفمبر 2023 غادي يتم الإغلاق تاع أوميغل نهائيا بسبب عدة شكايات على أن الموقع فيه محتوى غير لائق. وغادي نشارك معكم ثلاثة الجرائم اللي وقعوا في أوميغل، وأنا متأكد أنكم غادي يصدموكم هذه الجرائم. قبل ما نمشيو للجريمة الأولى غادي نتعرفوا على مؤسس موقع أوميغل. دي سالت الوظيفة تاعك. ليف كي بروكس مؤسس موقع أوميغل اللي كبر وترعرع في ولاية فيرمونت الأمريكية. دار موقع سماه أوميغل، وقال في مقابلات قديمة أنه بغى يخلق وسيلة باش الناس يتلاقاو ويتبادلوا الثقافات بعيدا عن التعقيدات ديال مواقع التواصل الاجتماعي. في الرسالة الأخيرة تاعو قال أنه نجا من محاولة اغتصاب، وكان عارف أنه في أي وقت كيتفاعل فيه مع شي واحد في العالم المادي أن الجسد تاعو في خطر. وعطى مثال أنه إلا قال شي واحد لا في الإنترنت ماشي يقدر يوصل ليه عبر الشاشة ويحط على راسو المسدس أو يأذيه. وفي 25 مارس 2009 بروكس وفي العمر تاع 18 عام غادي يطلق موقع أوميغل، وفي وقت قصير تشهر الموقع وغادي يوصل 150 ألف زائر يوميا. حتى هنا كلشي مزيان، الناس عاجبهم الموقع، كيدخلوا كيضحكوا كيناقشوا الافكار كيشاركوا الثقافات، خصوصا الدراري التيتيز وداك الشيء. المهم شويه بشويه بداو الناس كيخرجوا على السيطره في الموقع، وبداو كيجيو شكايات من عند بزاف تاع الناس على ان الموقع فيه محتوى غير لائق، تحرشات، استغلال القصيرين. حتى 7 ابريل 2012 فاش السلطات الفيدراليه القت القبض على ريتشارد فينك باينر الى عمر 39 عام، عايش في البرازيل بولايه انديانا بتهمه الابتزاز الجنسي. اش كان كيدير هذا السايكوبات هذا؟ كان كيدخل المواقع الدردشه هذا الفيديو اللي من بيناتهم اوميغل. كنعرفوا هذوك البراك اللي كيديروا اليوتيوبرز في اوميغل باش كيبينوا لهم داك الوجه اللي كيخدع، ولا كيبينوا لهم شي فيديو مضحك ولا بحال هكا. هو كان كيبين لهم فيديوهات مخله بالحياه وكيستدرجهم باش يقلدوهم. هو ما كفاش غير انه يشاهد، كان كيصورهم وكيريكوردي كل شيء. والاسوأ من ذلك انه ما كانش غير كيصورهم وكيخليهم يعيشوا الحياه تاعهم، لا، كان كيتصل بهم بطريقه مجهوله وكيرغمهم انهم يصوروا فيديوهات فاضحه، وكيهددهم انه الا ما صوروش فيديوهات غادي ينشر الفيديوهات تاعهم في مواقع اباحيه او يرسل لهم العائله تاعهم. غادي تقول لي ياك اوميغل هو موقع بدون اي معلومات شخصيه، يعني كيفاش المجرم غادي يوصل للضحايا تاعو؟ غادي نقول لك الاتصال في اوميغل كيكون عن طريق البير تو بير كونيكشن اللي كيخلي الاي بي ادريس تاعك مكشوف للشخص الثاني. يعني يقدر ياخذ الاي بي ادريس تاعك، كاين موقع اللي كتحط فيه الاي بي ادريس وكيجبد لك المكان فين ساكن، والاسوأ من ذلك يقدر كاع يتبعك. يعني هادشي خطير بزاف. تخيل معايا الاعمار تاع الضحايا تاعو كتراوح من بين 12 حتى 17 عام. وكشفات مكتب التحقيقات الفيدراليه انه صور اكثر من 22 الف فيديو و47 الف صوره. واحد الحاله من بين الضحايا تاعو اللي في العمر تاع 12 عام من بعد ما عرفت بانه يختار هذوك الفيديوهات وكيهددها، جاتها صدمه نفسيه وبغات تقتل راسها. ولحسن
الحظ انها ما نجحت وغادي تصيفط ليه الايميل كتوضح فيها الحاله تاعها باش يشفق عليها، ورد عليها بكل بروده: انا فرحان حيت عاونتك. قمه البروده وقمه السايكوباثيا اللي فهد الانسان هذا ما يمكنش. واخيرا تم القبض على ريتشارد فينكباينر سنه 2012 وحكموا عليه بالسجن لمده 40 عام وغرامه ماليه $70,000. وفاش غادي تنتهي العقوبه تاعو غادي يكون تحت المراقبه مدى الحياه. غادي يديروا ليه داك الطوق في الرجل وغادي يكون تحت المراقبه مدى الحياه قبل ما تجي الجريمه الثانيه اللي عزيز عليه المشاش يسكيبي هاد اللقطه هذه، حيت هاد الجريمه هذه من اغرب وابشع الجرائم اللي غتسمع في اوميغا. 2020 في الفتره تاع كوفيد 19 الناس باش تحارب الملل في الحجر الصحي كتدخل اوميغا. كنهضر على الناس الامريكان، ما حنا في المغرب راه باين اش كنا كنديروا زعما اللايفات تيك توك انستغرام. اوميغا كانت واحد الفرقه اللي سميتها الفوريز، هما اللي كانوا كيرفوا على الناس بسبب داك الزيت تاعهم. الفوريز هي واحد الثقافه فرعيه للناس اللي مهتمين بالحيوانات المؤنثه بحال الكلاب والقطط، وباش يبينوا الحب تاعهم لهاد الحيوانات كيلبسوا داك الزيت. المهم هاد الفوريز لاحظوا واحد المراه مجهوله في اوميغا اللي لابسه قناع تاع جلد حقيقي وهزه في يديها جمجمه صغيره تاع حيوان صغير عامره بالدم وباينه فيها انها حقيقيه، يعني باينه قد مذبوح. وهذا الشيء ما كانش صدفه. كريستال سكوت اللي سماو عليها اوميغا كات كيلر كانت كتذبح القطط وكتلبس الجلد تاعهم على شكل قناع وكتبان في اوميغا. الغريب والمضحك انها كتشوف فيديوهات في تيك توك. تخيل معايا انها كتقتل المشاش وكتلبس الجلد تاعو وكتبان في تيك توك وكتقول للمتابعين تاعها الوقيته اللي غادي تكون في موقع اوميغا، وباش يتلاقاو معاها خصهم يديروا واحد لي هاشتاغز اللي ديجا هي بارطاجاتهم معاهم. والغريب انها هو تلقى من راسها ما غاديش تكشف الهويه تاعها رغم انها كتنشر فيديوهات في تيك توك وعندها متابعين وكتقول لهم الوقيته اللي غادي تكون في اوميغا. كما كتعرفوا اوميغا الاي بي ادريس تاعها مكشوف. بدات القضيه كتكبر وكتوصل بزاف تاع الناس. اف بي اي كيجيهم شكايات بخصوص قاتلات القطط في اوميغا جميع الولايات المتحده وبداو في التحقيقات وكيجمعوا الادله. واخيرا عرفوا هويه المجرمه كريستال سكوت اللي في العمر تاع 19 عام من كوكو بولايه انديانا. وفي 3 مايو 2020 اف بي اي فتشوا الدار تاع كريستال سكوت وتلقاو فيها بزاف تاع الحيوانات مقتولين وجوج مشات في الثلاجه، وادعت انهم كانوا مقتولين ديجا قبل ما تلاقاو، ولكن للاسف مازال ما كانش دليل قاطع باش يلقاو القبض عليها. حتى 26 يونيو 2020 الجيران تاع كريستال سكوت غادي يديكلاريو بها بتهمه انهم عطوها قطه حامله وقتلتها. واخيرا الاف بي اي القت القبض على كريستال سكوت تهمه سحق الحيوانات، حكموا عليها ب7 سنين وغرامه ماليه $270,000. حتى 2020 فاش اعترفت بالتهمه تاعها حكموا عليها ب30 شهر و5 سنين من الافراز المشروط. ودابا غادي ندوزو للقضيه الرئيسيه، اخر جريمه قبل ما يتصدموا اوميغا نهائيا وغادي يصدمكم هذا المجرم هذا اللي سميتو ماتيو مانوسكي. في 4 يونيو 2023 كاين واحد اليوتيوب اللي سميتو نيكو إزكول دار واحد الكونسيبت في اليوتيوب اللي سماه كاتشينغ كريبس اون اوميغا. فاش جاب صاحبته اللي في العمر تاع 19 عام بالغه وكتظاهر بانها قاصر وكيحاولوا يشدوا البيدوفايل اللي كيتحرشوا بالاطفال. وكاين واحد الراجل اللي ادعى ان سميتو مايك. فاش قالت لي ان في العمر تاع 16 عام على الرغم من ذلك مايك غادي يقول لها تقدري تنوضي وتحيدي الملابس تاعك وهو يبان نيكو. غادي تقولوا انه ما كاين حتى شي حاجه اجراميه صريحه في الفيديوهات، ولكن الكومونتيرات كيقولوا حاجه اخرى. باش بزاف تاع الكومونتيرات كيقولوا بانه ما ارتاحوش لهذا السيد هذا اللي سميتو مايك، وكاين الكومونتيرات اللي كيقولوا انهم ديجا تلاقاو به وكيحاول يتحرش بهم بحال هذا الكومونتير هذا تاع هذه البنت اللي كتقول فيه guys please read this I have met one of the creeps on. عفاكم قراو هذا الكومنت. قبل اسابيع كانت عندي 14 عام ودابا عندي 15، ولكن واحد من دوك المتحرشين اللي سميتو مايك في الدقيقه 5:16 مينيت كيكون ديما هنا وكنعقل اول مره شفتو تصدمت. كيقول لي انت زوينه وكيقول لي بغيت نشوف الملابس الداخليه تاعك وهي تسكيبي. قبل ما تسكيبي سولاتو شي اسئله حيت كانت بغاتو يتكشف. كانت عنده خدمه ومزوج وعنده ولد في عمره 16 عام وفي عمره هو 53 عام. ومن بعد 3 اسابيع تلاقيت به عاوتاني خلعت سكيبي وشكرات نيكو حيت فضحو. ونيكو دار الجزء الثاني تاع هذا المقلب كاتشينغ كريبس اون اوميغا. وتخيلوا معايا مع من تلاقى عاوتاني مايك عاوتاني بان في الفيديو وباينه فيه انه ما كانش عارف انه مقلب، كان كيسحب لي انه غير اصدقاء زعما صاحبها وغير مطلعينها وصافي. ودابا نساو عليا نيكو وغادي نمشيو قبل عام لواحد اليوتيوبره سميتها اشلي حتى هي دارت مقلب نفس المقلب تاع نيكو. وتخيلوا معايا شكون اللي غادي يبان في الفيديو الثاني. مايك غادي يبان في الفيديو الثاني. وطالع انه كان كيتحرش في الموقع شحال هذه. وفاش قالت لي انا في العمر تاع 15 عام هو يقول لها هنا تبدا المتعه. Is it okay if I'm only 15? This is where the fun begins. مايك كان كيسحب لي انها حاجه عاديه انك دير بحال هكا تحرش بالناس في موقع ما تكون شي تاثير كبير. وهنا العائله تاع مايك شافوا الفيديو وكاع الجيران تاعو عرف شوه في الحي تاعو كامل. ولد مايك اتصل بنيكو وكشف ان مايك اسمه الحقيقي هو ماتيو مانوسكي. قال لي انه الفيديو وصل لزوجة ماتيو اللي هي مرت باه وهما في طور الطلاق تاعو. خربت حياتك بايدي. والعائله تاعو كامله عرفوا اش دار
وقال لي الا مسحتي الفيديو غادي يكون حسن ليا ولعائلتي. ماتيو مانوسكي بطريقه ما غادي يلقى النمره تاع التليفون تاع نيكو وغادي يتصل به، ونيكو بطبيعه الحال سجل المكالمه. I know that my son has reached out to you, and I appreciate you taking the time to actually listen to what he has to say. I just wanted to talk and just see what's like going on. وهنا الصدمه الكبرى. ماتيو مانوسكي كان مشتبه به في واحد الجريمه تاع التحرش. واحد المحقق اتصل بنيكو وقال لي انه كان كيحقق في واحد القضيه على ماتيو، وقال لي صيفط ليه فيديو كامل بلا مونتاج باش يدفعوا للمحكمه. والاف بي اي داروا التحقيقات تاعهم واكتشف ان ماتيو عايش في فالبارايزو انديانا، وداروا تحقيقات مع الجيران تاعو وتعتقل ماتيو في 6 اكتوبر 2023. واتضح انه ما كانش كيتحرش غير في اوميغا. التحقيقات كشفت انه متهم بتهمه التحرش بالاطفال، كيتحرش بنت صغيره ماشي مره ماشي جوج، بدا من سن 9 سنين حتى ل 11 عام وهو كيتحرش بها قدام عائلتها وفي المنزل تاعها باش كيكونوا كاملين عائله مجموعين وهو كيجيبها في الحضن تاعو. وكذلك ماتيو كان مدرب كرة القدم، أستاذ الرياضة. باش تعرفوا أن هاد ماتيو مانوسكي كلب وبيدوفايل، سمعوا اش قال في التصريح تاعو: If I ever did anything she didn't like, she should have told me to stop. 12 عام وغادي تقول لك ستوب، غادي تقول لك حبس داكشي اللي كدير، هي ما عارفاش اصلا اش كدير. دابا اش قال لك بلي ان الا درت شي حاجه غلط يعني ليها وما عجبهاش الحال غادي تقول لي ستوب. يعني بنت صغيره تقول لك ستوب، راه هي انت راه فورسيتي عليها، يعني انت راه جبرتيها انك دير هادشي. هاد الناس هادو راه مرضى. من بعد هاد الجريمه هادي بشهر اوميغا غادي تعلن الاغلاق تاعها نهائيا في نوفمبر 2023 من قبل ليفكي بروكس. في التصريح تاعو قال انه من شحال هادي هو كيحارب بحال هاد النوع هادو من الناس متحرشين. واي بي اس نيوز صرحت ان الاغلاق تاع اوميغا كان بسبب دعوى قضائيه ترفعت على ليفكي بروكس و اوميغا الموقع تاعو. دابا حنا كنتسائلوا علاش اوميغا تسد، علاش ما يبدلوش فيها شي حاجه، علاش ما يديروش قوانين ولا يديروا فيها رقابه اكثر. يعني واش اوميغا غادي يرجع ولا صافي تسد نهائيا؟ اتضح انه رجع اوميغا، دابا سميتو اوميغا بدل السميه. نجربوا اوميغا نشوف كي دايره. يلا كنا كندويو على الاوميغا صاحبي، واش كيفاش تسد. Take your hand. I don't think he is. I love that. What's that? Women. You have muscle. Nice. You do calisthenics. State workout. Yeah, I mean, I could do a handstand. Muscle up. Muscle out, I'm too fat. Hey, you look like 12. What are you doing here? Are you from Morocco? Morocco. Yeah. Morocco. Are you stupid or what? You don't know Morocco? Are you stupid, you ugly fat retard? شوف الجرائم ما يمكنش تمنعهم. الا درتي القوانين كيطلع شي جريمه من اشكال، كتزيد عاوتاني قانون جديد وغاديه بحال هكا. يعني الجرائم كنظن بلي انه ما غاديش يتسالوا في هذا العالم هذا. اصلا حنا عايشين في هذا العالم كاين الشر والخير. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الدراري. ديروا لايك سبسكرايب. السلام عليكم. وتسناو ندير فيديو على اوميغا باش نكتشفوها مزيان.